درر نسائية. حق المرأة في الميراث. لما جاء الإسلام أبطل حكم الجاهلية في عدم توريث النساء، وجعل لهن نصيبا مفروضا في التركة، وحرسه أشد الحراسة، وبين بالتفصيل أحكام الميراث لكي لا تضيع حقوق الضعفاء من النساء والأطفال. يقول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فجعل الله تعالى نصيب الإناث من التركة نصيبا مفروضا، وليس راجعا إلى العرف والعادة، وليس لهم أن يتصرفوا فيه كما يشاءون. وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المساس بحقوق النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وأكد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وبين أن قسمة الميراث إنما هي من تقسيم الله عز وجل وتشريعه لعباده، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث. وعلى ذلك فلا ينبغي لأحد أن يغير في قسمة الله التي ارتضاها لعباده من حظ كل وارث في الميراث، خصوصا نصيب النساء، ويحرم على كل مسلم منعهن حقهن في الميراث أو ظلمهن وتقليل نصيبهن. مؤسسة الدرر السنية.